تخيل معايا فلفل اسود. التوابل اللي في رف مطبخك دي كانت زمان اغلى من الذهب حرفيا. حروب قامت، دول وقعت، وممالك اتبنت بسببها. بس ليه؟ وليه اوروبا كانت مستعده تقتل وتستعبد الملايين عشان شويه فلفل اسود؟ دوس لايك واشتراك ويلا بينا. الفلفل الاسود بيجي من نبات متسلق اسمه بايبر ناجرام. اصله من جنوب الهند وبالذات من ولايه كيرلا. بيجمعوه هو اخضر وبعدين يعرضوه للشمس 7 ايام متواصله لحد ما القشره تنشف ويتحول لونه من اخضر لسواد القوي المعروف. كل 100 كيلو فلفل اخضر بيطلع منهم 35 كيلو بس فلفل اسود. وده كان سر من اسرار الهند وما كانش اي حد يعرفه زمان. والريحه اللي بتشمها دي ناتجه من زيوت بتتفاعل مع الشمس اثناء التجفيف. اوروبا في العصور الوسطى اكلهم كان باهت حرفيا، مسلوق ومن غير نكهه. الفلفل غير ده كله، نكهه ناريه وكمان بيحفظ اللحمه من العفن. الطبقه الغنيه ما كانتش تقدر تاكل من غيره، وعشان يوصل من الهند كان بيمر برحله خطيره وده رفع ثمنه بجنون. خليني احكي لك الطريق بيبدا من ميناء كاليكوت الهندي على سفن عربيه، وبعدها بيعدي على ظفار في عمان اكبر مركز البخور واللبان وقتها، وبعدها بيوصل لميناء الاسكندريه، ومنها يتصدر للبندقيه ومنها الباقي لاوروبا. وكل وسيط على الطريق كان بيزود السعر اضعاف لدرجه ان الفلفل في اوروبا بقى اغلى 50 مره من ثمنه في الهند. سنة 1350 تاجر إيطالي اشترى عبد ب 12 جرام فلفل. الفلفل كان بيدفع للضرايب ومهور العرايس وفدية تحرير الملوك. وفي وثيقة عثمانية في سنة 1590 بتقول إن كيس الفلفل بيساوي 3 عبيد أو حصانين. في فينيسيا التجار كانوا بيخزنوه في خزائن حديد وكان بيتحسب زي الذهب بالظبط. أوروبا كانت مضغوطة من العرب اللي محتكرين الطريق. في سنة 1498 فاسكو دا جاما طلع بحملة مسلحة ولف حوالين أفريقيا ووصل للهند من طريق رأس الرجاء الصالح. البرتغاليين لما وصلوا بدأوا يحرقوا سفن التجار العرب ويفرضوا ضرائب خرافية على أي سفينة. دي كانت بداية أول حرب توابل في التاريخ، حرب فعلية عشان السيطرة على الفلفل. أما أسبانيا فبعتت كريستوفر كولومبوس وكان عايز يوصل للهند من الغرب عشان ياخد الفلفل قبل البرتغاليين، لكنه خبط في قارة جديدة وهي أمريكا وافتكرها الهند وسمى سكانها الهنود. كل ده كان حاصل عشان الفلفل الأسود. بعد قرون من الاحتكار فرنسا قررت تدخل اللعبة بشكل مختلف. سنة 1770 جاسوس اسمه بيير بوفار اتنكر كتاجر، دخل شرق آسيا وسرق 200 شتلة فلفل وجوزة الطيب وهرب بيهم على جزيرة موريشيوس. والنتيجة سعر جوزة الطيب في أوروبا نزل 90%. العرب فقدوا السيطرة على تجارة اللبان، تجار الإسكندرية وخان خليلي وقعوا، الدولة العثمانية خسرت دخلها الأساسي لدرجة إن ده كان أحد أسباب انهيارها. العرب ما كانوش مجرد واسطة، كانوا بيخبوا التوابل في السفن في أماكن محدش يوصل لها، ومن هنا طلع اسم البهارات. أصلها البحريات من السفن التجارية، تجارة سرية، طرق مش معروفة، أسعار مخفية تماما. في القرن الستاشر كيس فلفل بيساوي 3 عبيد أو حصانين. نفس الكيس النهاردة بيساوي كوباية قهوة. التحول ده بيقولك قد إيه العالم اتغير وإزاي سلعة واحدة ممكن تكون أقوى من جيوش. دراسة من هارفارد بتقول تجارة التوابل زمان كانت أقوى من اقتصاد البترول النهاردة ب4 مرات، ووقتها البترول ما كانش معروف أصلا كمصدر طاقة، يعني اللي معاه توابل كان بيحكم العالم. في النهاية لو التاريخ علمنا حاجة فهي إن أطماع البشر ممكن تخليهم يبيعوا ضمايرهم بحفنة فلفل، وإن اللي كان في يوم أغلى من الذهب بقى دلوقتي حاجة عادية على كل ترابيزة. الدنيا بتتغير واللي بيحكمها مش دايم، بس دايما هيفضل في ناس مستعدة تعمل أي حاجة عشان شوية بهارات. دوس لايك واشتراك، استناني في اللي جاي.